السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيماني ودي قناتي يوميات تحدي المشاكل. النهاردة زي ما انتم شايفين كده هنشارك مع بعض ايه اللي بنعمله طول اليوم بخطوات عملية. وزي ما انتم شايفين كده أول حاجة هنعملها الخشاف. زي ما انتم شايفين كده عملنا ايه، قطعنا الفواكه المجففة اللي عندنا ايا كان بقى نوعية الفواكه المجففة اللي انت جايباها. وهنحط اللبن زي ما انتم شايفين كده. غسلنا الفاكهة وبعدين نحط بقى ايه اللبن سخن جدا زي ما انتم شايفين كده. طلع اللبن قليل هنكمله بقى. هنحط بقى باقي اللبن اللي عندنا زي ما انتم شايفين كده. طيب ازاي عملنا الخشاف ده بسرعه؟ اول حاجه جهزنا الفواكه المجففه دي متقطعه قبل شهر رمضان مباشره، قبل شهر رمضان بكام يوم كده. دي من ضمن التجهيزات. بنمسك الفواكه اللي هي المجففه دي نغسلها او نقطعها، ممكن ما نغسلهاش نقطعها ونستنى لما نيجي نستعملها نبقى نغسلها. بعد كده عندي بنطلعها الصبح، اليوم بقى اللي هنعملها فيه، هنعمل خشاف فيه، ونحط عليها اللبن بيغلي سخن جدا زي ما انتم شايفين كده. ولو الفواكه دي ما اتغسلتش نغسلها وبعدين نحط اللبن سخن جدا بيغلي ونسيبها بقى. طبعا هنحطها ونغرفها كده في الكوبايات وقت ايه، وقت التقديم او وقت الاكل. تاني حاجة النهاردة هنعملها مع بعض، هنعمل كباب حلة. هنمسك اللحمة دي هنقطعها قطع صغيرة كده عشان تستوي بسرعة زي ما انتم شايفين كده. شايفين قطع صغيرة جدا عشان تستوي بسرعة. وزي ما انتوا عارفين بقى احنا كنا عاملين التجهيزات، عاملين فلفل مخزنينه في الفريزر زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنطلعه لسه من الفريزر. عاملين التوم ومخزنينه برضو، فارمينه وحاطين عليه زيت، عاملين مهروس كده ومعمول وحطوط عليه زيت. فايدة التفريزات ايه؟ بتسهل عليا الوقفة في المطبخ وان انا مبذلش مجهود ولا اتعب وقت الصيام. فهي مهمة جدا جدا وضرورية جدا وبتريحنا وبتوفر علينا وقت وجهد وتعب اثناء الصيام او الايام العادية. يبقى اول حاجة. تاني حاجة هنعملها النهاردة اللي هي اللحمة دي هنشوحها. هوريكم بقى الخطوات على البوتاجاز. هناخد بقى معلقة صغيرة من الثوم المفروم اللي قدامكم دوت، وهنبدأ نشوحها على النار مع 3 معالق زيت زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ نشوح الثوم على النار وبعد كده ايه هنحط اللحمة زي ما انتم شايفين كده. نزلنا باللحمة مع الثوم هنبدأ بقى نشوحها. هنعمل اللحمة صدمة اهو زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ نشوحها مع ايه، مع الثوم. زي ما انتم شايفين كده نزلنا بباقي اللحمة عشان تاخد تشويحة على النار والمسام تتقفل وما تنزلش ميه. نبدا نشوح فيها وبعد كده هنحط الفلفل. دلوقتي بقى هنحط الفلفل زي ما انتم شايفين كده، شويه من الفلفل هنشوحهم مع ايه، مع اللحم. نعمل إيه؟ بعد كده هنحط ايه، الملح والتوابل. وهنحط حاجه مهمه جدا دلوقتي، هنحط نص معلقه سكر صغيره. كميه اللحمه دي قد ايه؟ حوالي كيلو. تعالي من هنا. نحط بقى كده كمون. بعد كده هنحط نص معلقه بهارات صغيره، رشه فلفل صغيره. السر بقى اللي بيخلي اللحمه تستوي بسرعه انك ما تحطيش الملح في الاول، هنحط الملح بعد ما تستوي. ايه اللي بيخليها تستوي بسرعه؟ اهو ده نص معلقه سكر صغيره. هنقلب بقى كده. في حاجه كمان هنحطها، هنحط مكعب مرقه. هنحط بقى مكعب مرقه كده. وبعدين بقى هنحط ميه برده سخنه عشان ما تفصلهاش من الغليان. هنحط بقى شويه ميه كده وهنسيبها بقى. اول ما تغلي هنوطي عليها ونسيبها بقى تغلي لحد ما تستوي. في الاخر خالص هنحط الملح. هنحط بقى كده زي ما انتم شايفين معلقه صلصه بس وهنقلب. هتديها طعم طبعا وهوريكم بقى المنظر لما تستوي.
ده بقى منظر الاكل زي ما انتم شايفين كده. عملنا وجبة اليوم الرابع من شهر رمضان. عملنا رز ابيض، وعملنا ملوخية، وعملنا خضروات جنبها كده مقطعة، ممكن تحطي بقى اي نوع سلطة، وعملنا مشروب تمر هندي. ده بقى منظر اللحمة زي ما انتم شايفين كده بعد ما استوت، طعمها تحفة جدا. وده بقى الملوخية اللي عملناها برضو طعمها روعة، ما خدتش وقت معانا، هي ساعة على النار واستوت بسهولة. ده بقى المشروب بتاعنا النهاردة، مشروب تمر هندي اتعمل بسرعة، وده خشاف. برضو الملوخية دي اتعملت بسرعة، ما خدتش دقيقتين على النار كده واتعملت زي ما انتم شايفين كده. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة، وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.